سلام حبوباتي، جاسبر تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم هذه الوصفه جديده اللي هي وصفه الرفيس. احنا في ناس الوسط نقولوا له رفيس. كاين ناس الشرق يعني قسنطينه يسموه المشلوش القسنطيني، كاين اللي يسميه الفتات، كل واحد واش يسميه. المهم هذه الوصفه هايله تندار في المناسبات، في الافراح وما اكثر الافراح يعني. ان شاء الله الافراح القادمه كاين الباك البيام السانكيام، يعني نفاس، كل المناسبات هاد الرفيس يجي فيها. هنا واش عندنا سميد رطب، لازم يكون رطب. هنايا اني استعملت انا بصبيح. اما البركه اللي عندها البركه يجي هايل. انا استعملت سميد بصبيح، درت فيه شويه تاع الملح ولميتو بالماء. يعني هنا الطريقه الاولى هذا واش ديري له، تلميه بالماء كيما راكي تشوفي هكا، تدلكيه شويه هكذا تلميه. وانا حنعطيك واحد الطريقه تاع ما تدلكيهش بزاف. كاين اللي ما عندهاش البيتخا ما تقدرش تخدم، يعني كاين اللي ما تقدرش تدلك بيديها، هذا تدلكيه غير شويه قيس ما تلميه. ومن بعد ديريه في ساشي كيما دوك تشوفي معايا، تدلكيه شويه هكذا، لمي حوالي واحد 10 دقائق وانتي تدلكي فيه باش تدخلي فيه الملح وتدخلي فيه الماء كيما راكي تشوفي معايا بهذه الطريقة. يعني ويزكي ويجي حاجة، يعني يعطيك كونتيتي كبيرة. في الحقيقة طلبته مني وأحد الأخوات اللي هي من الشرق، وحبت يعني تشوف الرفيس تاعنا. قالت لي انها ذاقته وعجبها وحبت الطريقة باش ديرو. مام حتى رفيس تاع ناس الشرق هايل، تاع ناس عنابة. ان شاء الله في قناة الطبخ ببساطة ديرهن كاش نهار. كيما راكي تشوفي معايا دلكيه كيما هكذايا بهذه الطريقة، حتى يعني يطرى في يدك. ومن بعد روحي ديريه في ساشي هكذا بهذه الطريقة. ومن بعد ديريه في ساشي وديريه داخل باسينه يكون فيها الماء سخون باش يساعدك في الخدمه من بعد بلا ما تتعبي. ديريه هكذا. راح نعطيك واحد لاستيوس يولي يجيك المعارك ولا المحاجب ولا يقولوا يجوك هايلين. ربطي الساشي تاعك مليح باش ما يدخلوش الماء، وديريه في باسينه تاع ماء سخون كيما هكذا. خليه هنايا وروحي خدمي شغلك ولا واش عندك مده 10 دقائق. من بعد شوفي كيفاش يولي رائع. شوفي ها يولي يتدلك وحده. اها. من بعد روحي قطعيه كيما راكي تشوفي معايا هكذا. ديريه يعني دي بول ولا كريات. انا هنا درتهم صغار لانه الطاجين تاعي صغير. اذا كان الطاجين تاعك كبير قطعيهم كبار هكذا. شوفي كيفاش قطعتهم، انا قطعتهم صغار بهذه الطريقه. نكملوا كامل هذاك السميد تاعنا كيما هكذايا، ونعاودو نرجعوه كيما راكي تشوفي هكذا. حطيه في سنيوه تاعك وغطيها بالبابي فيلم كيما راكي تشوفي. ومن بعد نروحو نبداو الخدمه. انا حطيه فوق بلون دو طرافاي تاعك وديري له الزيت. هنا تبداي تخدمي بالزيت. حلي الحبات تاعك، شوفي كي يكون السميد شباب يعني الحبه تتحل معاك. وخاصه لاستيوس هذه كذلك اللي عطيتها لك ساعدتني بزاف، تاع انك تحطيه في الماء سخون. شوفي كيفاش تولي الحبه تتحل معاك، تتحل بكل بساطه. مشيها بيدك هكذايا. وسميد كي يكون شباب كيما قلت لك تولي هاك تجبدي فيه يعني يتعلك وحده، وتحطيها فوق الطاجين تاعك. كيما قلت لك انا طاجين تاعي صغير. شوفي كيفاش نزيدو الحبه الثانيه كيما راكي تشوفي. حلي الحبه الثانيه وحطيها فوق الحبه الاولى. هاي حطيتها فوق الحبه الاولى اللي درتها هكذا. وتبقي في كل مره دوري فيه. هنا زدت الحبه الثالثه، يعني انا درت 4 حبات. انت تحبي ديري 5 6 كريات كيما تحبي، يعني انت واش يساعدك. انا كل وحده درت فيها 4 4 4، يعني هكذا كيما كي تشوفي. نزيدو هذه الحبه الرابعه واشاك فوا تبقاي تقلبي فيه باش يطيب. فوالا تزيدي تحطيها فوقهم. يعني شوفي طريقة سهلة وبسيطة، يعني ما تحتاجش منك مجهود ولا حاجة كبيرة. ها شوفي كيفاش تقلبيهم
هكذا. شوفي في الاخير كيفاش يطيبوا يجوا هايلين صدقيني. هنا راح نزيد ندير معاكم 4 وخد اخرين باش تشوفوهم مليح. ها في الاخر شوفي كي طابوا راني نحيتهم، يعني بديت نخدم معاكم هادو جاو هايلين. هنايا واش تروحي ديري، تروحي تقطعيهم دركا، تحكمي تلوي هكا، يعني كل حزمه درتيها تلويها هكذا بيان وتقطعيها بالسكين تاعك. يكون السكين تاعك يعني يكون قاطع مليح هكذا، يكون كبير. قطعيه هكا بهذه الطريقه، يعني يولي كي يجي كي سباغيتي كما كي تشوفي فيه كي الرشته يعني هكذا. كملي كامل الحربوش تاعك هذا قطعيه بنفس الطريقه. شوفي كيفاش يجي كيما الرشته. ها هو انا بعد ما قطعت معكم هاد لا كونتيتي هنايا جا شوفي الشكل تاعو. نروحو نحطوه يفور. هنا شريطه لازم يفور، تفوريه مليح في الطاجين. عفوا تفوريه مليح في البخار، يعني تديري فيه قدره وكسكاس تفوريه مليح. ها هو هنا راهو يفور. كي تكوني راح تقدميه هنا تقدري ديريه في الفريجيدير، وكي تروحي تقدميه تعاودي تفوريه ما يصرالو والو. هنا حطيته في هادو يعني في هاد الاصحن تاع التقديم، تحطيه في لي غامكان ولا تحطيه كيما تحبي نتيا. انا حطيته لهنا في هاد الصحونه، درت له ديري له واش تحبي المكسرات. والاحسن يعني لو كان يكون عندك زبيب تفوريه معاه، تفوريه مع الزبيب. درت له الجوز لهنايا، وهنا سقيته بالعسل مع الزبده اللي كنت وجدتهم. ذوبت الزبده في العسل وسقيته من الفوق. شهيتك في الجنة، على بالي شهيتكم. ويجي هايل ان شاء الله. ربي يدوم الافراح في كل البيوت الجزائريه والبيوت العربيه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كل ام تفرح باولادها راهي تنتظر النتيجه تاعهم. يعني ها هو في صحن التقديم. ونغتنم الفرصه باش نتمنى لبنت خويا خوله ان شاء الله النجاح في شهاده البكالوريا، وليد اختي فراس كذلك، وبناتي يعني عندي وحده بيام وحده سانكيام كذلك. بنساش ماريا وسراج دعاء وهاجر رامي، وسمحوا لنا اللي نسيناهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.